المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، أقدمها لكم صلاح الدين حسين، والبدء بالعناوين. اختتام مهرجان الإريتريين في ألمانيا. حاكم إقليم عنسبة يلتقي سكان واستنباء. سيمينار حول السلامة المرورية في تورنتو. بريطانيا وفرنسا وألمانيا يدعون للعودة إلى طاولة المفاوضات مع إيران. الاقتصاد الصيني يسجل أقل نمو منذ حوالي 3 عقود. وقتيل ومئات من المساكن المدمرة في إندونيسيا. أهلا بكم مشاهدينا. اختتم مهرجان الإريتريين في ألمانيا الذي جرى في الفترة الماضية بمدينة جيسن من 12 وحتى 14 من يوليو الجاري تحت شعار الثبات على الصمود للتنمية. وقد افتتحه كل من معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومسؤول الشؤون الاقتصادية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حاغوس كبرهيوت. وشارك في المهرجان الذي استمر ل3 أيام جماهير غفيرة من الإريتريين القادمين من مختلف المدن الألمانية والدول الأوروبية الأخرى وأصدقاء إريتريا، واشتملت فعالياته على برامج ثقافية وفنية وسيمينارات آنية وسيمينارات مهنية للكبار والشباب، بالإضافة إلى برامج ترفيهية وتعليمية للأطفال والشباب. وقدم ضيفاء شرف معالي وزير الخارجية السيد عثمان صالح ومسؤول الشؤون الاقتصادية للجبهة السيد حاغوس كبرهيوت توضيحا مفصلا في إطار السيمينار الذي عقده حول الأوضاع الراهنة للبلاد والتطورات الإقليمية ومستقبلها، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والبرامج المستقبلية. وفي التوضيح الذي قدمه معالي الوزير عثمان فيما يتعلق بأوضاع البلاد الراهنة والتطورات الإقليمية، أشار إلى فشل العدائيات التي استمرت لفترة 10 سنوات بفضل صمود وتصدي الشعب والحكومة الإريترية القويين، وبفضل عمل المواطنين المقيمين في الخارج كسفراء لبلادهم، داعيا إياهم لتعزيز إسهاماتهم منسقين قدراتهم وتأطيرهم من أجل تقوية برامج التصدي والتنمية الوطنية. كما قدم معاليه توضيحا مسهبا حول الاستثمار الضخم الجاري في القدرات البشرية والبنى التحتية والمواصلات وتخزين المياه، موضحا استمرارية الأعمال المشجعة التي بدأت في شق الطرق بشكل واسع. من جهته قدم السيد حاغوس كبرهيوت توضيحا مفصلا حول الاقتصاد والبرامج الموضوعة للرقي به، وأشار إلى أن المجال الزراعي يحتل المرتبة الأولى بهدف تخزين ما يكفي من الغذاء لضمان الأمن الغذائي والاستعداد للتصدير، موضحا بأن فرص الاستثمار تمنح الأولوية للإريتريين. وقال السيد حاغوس أن الاستثمار الذي لا يمكن من استقرار العملة الوطنية لا فائدة منه، لذلك يجب أن يركز استثمارنا على جلب العملة الخارجية، مشيرا إلى سيران العمل لإدخال بنوك حديثة تساعد في ذلك وتقدم خدمات المصرفية كافة. التقى حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود في 14 من يوليو الجاري في سكان ضاحية واستنبا في إقليم عنسبة بمديرية علا برعد، وبحث معهم تنفيذ برامج التنمية والمشاركة الشعبية. وعرب السكان عن ارتياحهم لإرساء خدمات التعليم والطرق والمياه والاتصالات، وسيعملون للحفاظ عليها وتطويرها. وأشاد السيد علي محمود بمشاركة ومساهمة سكان الضاحية في برامج التنمية، داعيا المزارعين للاستفادة القصوى من مياه الأمطار وبذل الجهد حتى الحصاد وحماية الأشجار والحياة البرية. وطالب السكان ببناء سدود للتنمية الزراعية وسقي الماشية والاهتمام بخدمات الصحة والكهرباء. ويقطن ضاحية واستنبا التي تبعد مسافة 20 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من علا برعد حوالي 1300 مواطن. عقدت شرطة المرور في إقليم القاشبركة سيمينارا في مدينة بارونتو يوم 12 من يوليو الجاري حول السلامة المرورية ودور المجتمع في مكافحة الجريمة والمخالفات. وقال قائد شرطة المرور في الإقليم الرائد هبت قبرو أن الهدف من السيمينار هو الحد من الحوادث والمخالفات وضمان سلامة الأرواح والممتلكات. وأوضح كثرة الحوادث المرورية الناجمة عن عدم معرفة الاستخدام الجيد للطرق والإهمال. من جانبه أوضح سكرتير شرطة المرور في إقليم
كاش بركة السيد ياسين محمد تسجيل 2537 مخالفة مرورية في النصف الثاني من هذا العام، وقد أدى 67 حادثا مروريا إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 54 آخرين بجروح، ويدعو هذا العدد إلى بذل المزيد من الجهد للتوعية المرورية. من جهة أخرى، أسفر حادث مروري وقع يوم 10 من يوليو في منطقة مقالو على طريق أسمرات سنين عن مصرع شخص واحد وإصابة آخر بجروح بليغة. وذكر المحقق تسفاهي والد يسوس من مكتب شرطة مديرية بارنتو أن الحادث الذي وقع باصطدام سيارتين كان نتيجة السرعة الفائقة. نظمت في مديرية سيناء انتخابات مدراء الضواحي ولجان القرى ل11 ضاحية. وأوضح مدير المديرية السيد سيوم قبر يسوس أن الانتخابات جرت لتبديل المدراء الذين انتهت فترة عملهم، داعيا المدراء ولجان القرى الجدد المنتخبون لإدراك أهمية الهيكل الإداري الذي يصل لمستوى القرية والعمل بتفان وإخلاص. نظم مكتب وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر دورة تأهيلية ل24 من أعضائه الناشطين في مختلف المؤسسات الصحية في الإقليم لتعزيز قدراتهم. واشتملت الدورة على دروس حول فيروس المناعة المكتسبة الإيدز في عالمنا وقارتنا وبلادنا، والمستوى الذي يوجد فيه والجهود الجارية للوقاية منه، وكذلك خدمات الإرشاد والنصح المقدمة في المؤسسات الصحية. وقال مسؤول المكتب في الإقليم السيد السفاو نقاسي أن الهدف من الدورة هو رفع القدرات وتطويرها وتأمين الخدمات المقدمة، باعتبار أن هذا العام شهد توظيف عدد كبير من المهنيين الجدد. من جهته عبر المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم السيد حمد علي عن تمنياته في أن تلعب الدورة دورا بارزا في تعزيز الوعي المكتسب وخفض نسبة الإصابة بالمرض إلى أدنى مستوى لها، مشيدا بمساهمة المهنيين الفعالة. يذكر بأن مكتب وزارة الصحة في الإقليم كان قد نظم في ختام شهر يونيو الماضي دورة مماثلة. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. في الشأن العالمي، أصدر قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا دعوا فيه إلى العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن. وأعرب كل من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلقهم من أن الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم في 2015 قد يتعرض لمزيد من الانهيار، لكن البيان شدد على أن الأمر متروك لطهران لضمان استمرار الصفقة. وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في البيان: نشعر بالقلق من خطر تفكك خطة العمل الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني بدرجة أكبر تحت وطأة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد قرار إيران بعدم تنفيذ العديد من الأحكام المركزية للاتفاق. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال زيارة إلى مقاطعة خراسان الشمالية: إذا خفضت العقوبات سنقوم نحن أيضا بتخفيض التزاماتنا في الاتفاق، وإذا ما نفذوا التزاماتهم بالكامل فسننفذ التزاماتنا كاملة. واردف الروحاني في إشارة إلى العقوبات الأمريكية والضغوط الاقتصادية على إيران: نحن مستعدون دائما للمفاوضات، وبالذات إذا توقفت أمريكا عن البلطجة وأنهت العقوبات على حد قوله. يشهد الاقتصاد الصيني تراجعا، ويقول المراقبون أن تراجع النمو الاقتصادي بالصين يظهر مدى تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة على النشاط التجاري والإنتاج الصناعي. ومن المنتظر أن تتخذ بكين إجراءات إضافية لتعزيز الاقتصاد من خلال زيادة النفقات وتطبيق تخفيضات ضريبية. وتسعى الصين إلى تشجيع الاستهلاك المحلي كي لا يكون اقتصادها معتمدا على الصادرات.
وقع زلزال في أندونيسيا، ووقع زلزال في شمال إرخبيل مولوكو على عمق 10 كيلومترات، مثيرا حالة من الذعر لدى السكان الذين لجوا إلى المرتفعات، واضطر مئات الأشخاص إلى اللجوء إلى مدارس ومبان عامة. وقال المسؤول المحلي في وكالة إدارة الكوارث إحسان صبور أن القتيل أصيب لدى انهيار منزله عليه، ولم يسجل وقوع ضحايا آخرين رغم قوة الزلزال. وحدد مركز الهزة على بعد 165 كيلومتر جنوب تيرينات، كبرى مدن إقليم شمال مولوكو. وأندونيسيا خبيل مؤلف من 17 ألف جزيرة وجزيرة صغيرة، نشأ من تقاطع 3 صفائح تكتونية كبيرة، ويقع على حزام النار في المحيط الهادي، وهي منطقة نشاط زلزالي وبركاني قوي. قالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية أنه تم رصد مشكلة فنية في نظام إطلاق المركبة الفضائية، وكإجراء وقائي تأجل إطلاق تشاندريان 2. وكان من المقرر إطلاق تشاندريان 2 في أكثر المهام الفضائية الهندية تعقيدا على الإطلاق، حسب وصف رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية. وكانت الهند قد نفذت بنجاح أولى مهامها للقمر تشاندريان 1 وقبل نحو 11 عاما. وإذا نجحت هذه المهمة التي تبلغ تكلفتها 146 مليون دولار، فإنها ستعزز طموحات الهند للحاق بالدولتين الرائدتين في مجال الفضاء على مستوى العالم، وهما الولايات المتحدة والصين، وستحسن وضعها في مجال المنافسة في سوق الفضاء التجارية. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.